وبصراحة أمي كانت ست حلوة حلوة قوي. وأنا كنت عمري في الوقت ده ما شفتها قدامي بحاجة ما ينفعش أشوفها بيها، ولا عمري في حياتي سمعت صوتها مع أبويا مثلا. بالعكس، أمي ست جميلة قوي قوي، لكن كانت محافظة على نفسها برضو قوي قوي. علشان كده لما قالت لي الكلام اللي قالتهولي ده أنا اتصدمت، وما كنتش فاهم ازاي اعمل كده. ازاي امي بتطلب مني اصلا ان انا اعمل معاها حاجة زي كده؟ وفي الوقت ده حصل حصل اللي ما كنتش عايزه يحصل، ولا حتى عارف ازاي حصل. هقول لكم قصتي، لكن في الاول عايزاكم تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم تنبيه وإشعار بكل الحاجات الجديدة والحصرية والجميلة اللي بتنزل عندي على القناة. ودلوقتي يلا بينا عشان ندخل في تفاصيل القصة ونعرف ايه اللي حصل فيها بالظبط. أنا إسلام، عندي 25 سنة. أبويا مات وأنا عمري 9 سنين. كنت فاهم وواعي كل حاجة، ومن يوم ما أبويا مات وأمي بصراحة ست في حالها قوي، عايشين أنا وهي في البيت ومحدش يعرف عننا أي حاجة. أمي كانت بتحبني جدا، لكن برضو في نفس الوقت كانت محتشمة قوي في نفسها. يعني عمرها لا طلعت بلكونة وهي بشعرها، ولا فتحت الباب من غير ما تحط طرحة. والموضوع ده كان بيبسطني قوي، إن أمي يعني بتخلي بالها من تصرفاتها على الأقل عشاني. لكن أنا ما كنتش عارف إن هيجي يوم من الأيام واتفاجئ إن هي كده، وإن هي بتطلب مني الطلب اللي كان ممكن أتخيل أي حاجة في الدنيا إلا إن هي تطلبه مني. طلب غريب قوي. اليوم ده صحيت من النوم وكنت ناوي إن أنا منزلش من البيت. قعدت في أوضتي وفضلت قاعد شوية، تقريبا ساعة. ودي مش عادتي، لأن أنا عادتي إن أنا بصحى من النوم أقوم أخد دش وأفطر وأشرب حبة شاي وبعدين أنزل على شغلي. لكن أنا في اليوم ده ما عملتش كده، ومحدش يسألني ما عملتش كده ليه. هو ده اللي حصل. المهم إن أنا بعد كده قلت لنفسي يعني أقوم كده أفطر مع أمي وأشرب معاها كوباية شاي. لكن بعد ما طلعت من أوضتي ما لقيتهاش في الصالة زي عوايدها، ولسه جاي أدخل أوضتي، لكن لفت نظري صوت جاي من أوضة أمي. والصوت ده أنا عارفه، ده صوتها، بس ما كنتش متخيل. سمعتها وصوتها كان عالي وبتقول حاجات كتير، حاجات أنا مش عارف هي ازاي أصلا بتقول كده. أمي أنا تقول حاجات زي كده؟ اتجننت. والكلام اللي كانت بتقوله يخلي أي حد يفكر إن في حد موجود معاها جوه. وفجأة فتحت الباب، لكن أنا ملقتش حد. فضلت أدور في الأوضة زي المجنون وبرضه مفيش أي حاجة. قعدت تسألني انت بتدور على ايه، لكن عيونها كانت عارفة كويس قوي ايه اللي انا سمعته. اصلا هي اتفاجئت ان انا موجود تقريبا كده. كانت فاكرة ان انا نزلت، لان هي عارفة ان انا بنزل اروح شغلي بدري. ومن سوء حظي وحظها النهاردة ان انا منزلتش. حسيت بشوية تعب زي ما قلت لكم، علشان كده قررت ان انا مش هنزل وهقضي اليوم مع امي. ويا ريتني ما عملت كده، يا ريتني ما قعدت. انا عمري ما منعتها تتجوز، بالعكس انا من صغري وانا فاهم وواعي، وكنت بطلب منها ان لما يجيلها فرصة كويسة توافق، وان انا عمري ما هزعل منها
وان انا مقدر تضحيتها علشاني، لكن في الاخر هي ليها حقوق، وعلشان كده لازم تتجوز. لكن هي رفضت، وبالرغم ان اهلها فرحوا جدا ان انا متقبل الموضوع وحاولوا يقنعوها، لكن هي كانت مصرة على مبدأها ان هي مش هتتجوز. فرحت، لكن اتاريها اللي في دماغها حاجة تانية. اليوم ده لما واجهتها بالصوت اللي انا سمعته، لقيتها بتعترف لي اغرب اعتراف ممكن اي حد يتخيله. لقيتها بتقولي اعمل ايه يعني، انا ست، والست مننا ليها احتياجات، وانا مكانش ينفع اتجوز راجل واجيبهولك هنا يتحكم فيك. انت ابني وانا بحبك، عشان كده مستحيل كنت اوافق ان حاجة زي كده تحصل. وبرضه عشان كده انا قررت ان انا من وقت للتاني يعني اعمل الحاجة اللي تخليني سعيدة ومبسوطة بطريقتي، وانا ما كنتش اعرف ان انت موجود اصلا. انا انا اتفاجئت بيك، قلت لها ما هو ده اللي جنني. يعني انتي على طول قدامي بتباني حاجة، وانتي من ورايا حاجة تانية. طب ازاي؟ ده انا كنت لسه بتكلم بيني وبين نفسي وبقول امي دي محترمة جدا ومؤدبة جدا جدا، دي بتتكسف تطلع من الحمام وهي لابسة اي حاجة كده زيها زي اي ست. وفي ستات كتير تقول عادي مش مشكلة، دول عيالي، ايه المشكلة اما اطلع قدام ابني ولا ابني ده ولا ابني ده؟ انما انتي بتحترميني. ايه بقى اللي جرى؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ قالت له بقولك ايه، انا مش عايزة كلام كتير، وبعدين يعني واحد غيرك كان يشوف ايه الحاجة اللي هتخلي مامته مبسوطة ويحاول يساعدها. الكلمة دي خلت دماغي تبقى مش مركزة في اي حاجة. قلت لها انتي تقصدي ايه؟ عايزاني اعملك ايه يعني؟ قالت لي معرفش، روح شوف اي فيديو ولا اي فيلم وهو تتعلم منه، وساعتها هتعرف كل حاجة، وتعرف ايه اللي المفروض تعمله وايه اللي المفروض ما تعملهوش. خرجت من اوضتها وانا مش مستوعب حتى كلامها ليا. هي كانت تقصد ايه اصلا؟ انا مش عارف ايه اللي هي بتقوله ده. دخلت اوضتي وانا مش فاهم اي حاجة، لكن فجأة لقيت رسالة على الواتساب، والرسالة دي كانت من امي، وبتقولي ان هي عايزة تتكلم معايا كأننا مش قاعدين مع بعض في نفس البيت. يعني لو في حاجة ما عجبتنيش في الكلام ما واجههاش بيها قدامها، وكل كلامنا يبقى هنا على الشات، ولما نتقابل برا الشات ده كأننا ما تكلمناش في حاجة، كأني بكلم واحدة تانية. وافقت على الفكرة لأنها عجبتني، عشان ساعتها هتخليني أعرف أمي أكتر من الأول بكتير. لقيتها بتتكلم وبتقول أنا من ساعة ما أبوك مات وأنا مش لاقي حد يكون العوض ليا، علشان كده ملقتش حد غيرك انت. وبعدين عايزك تفكر في الموضوع بالعقل. أي حد لو لقى حد غريب جاي هنا طبيعي يبقى منظرنا مش كويس، إنما فكر فيها، لو انت مستحيل حد أبدا يفكر فيك ولا يجي في دماغهم حتى الفكرة. اتخضيت من كلامها، كنتش عارف أعمل ايه، لكن في ثواني يعني حسيت إن أنا لازم أوافق. وافقت، وهي أخدت مني وعد إن محدش هيعرف أي حاجة عن الموضوع ده. وأنا طبعا وعدتها، أصل هقول إيه والمين، دي أكتر حاجة ما ينفعش أتكلم فيها. لكن معاها الموضوع كان مختلف. عارفين شهريار؟ أنا كنت عامل زيه كده، كل حاجة طلباتي مجابة أكتر من الأول 100 مرة. ده غير إن أنا أثبتت لها إن أنا فعلا راجل، وأثبتت لنفسي إن في الموضوع ده ماليش زي،
واني لما اتجوز مراتي هتعشقني وتموت فيا. كل ده بسبب الموضوع دوت. لكن المشكلة لما جيت في يوم وانا بقول لأمي انا لما اتجوز هتجوز 4، علشان قدراتي الكتير دي هوديهم فين؟ لقيتها بتقولي ايه تتجوز؟ انت تنسى الفكرة دي من دماغك خالص. انت يوم ما تفكر تتجوز هكون انا مت. اوعى تعمل حاجة زي كده وانا عايشة. بصراحة بيني وبينكم انا كنت بهزر في موضوع ال4، لكن انا ما كنتش بهزر ابدا في موضوع الجواز، لاني انا بحب واحدة بحبها قوي من زمان، وجه الوقت اللي انا لازم اتقدم لها فيه. ولما فتحت والدتي قالت لي انا يا البنت دي، وانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. عشان كده جيت لكم وانا بثق في رأيكم ورأي صاحبة القناة، وانتوا تفيدوني وتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس. الله، انت بتعمل ايه؟ مش هنا المكان يا راجل. قال اصل انا مش شايف، الدنيا ضلمه، قومي ولعي النور. قلت له ده وقته برضه؟ اقوم دلوقتي ازاي؟ قال لي طب ما انا قلتلك. قلت له بقول لك ايه، ومن امتى يعني الموضوع ده بيفرق معاك؟ قال لي استني بس عليا، انا هجرب تاني واكيد المره دي هيجي في مكانه الصح. وفعلا ابتدى يجرب تاني، لكن برضه مفيش فايده، وانا كل شويه اقول له نفس المكان، وفي الاخر مفيش حاجه جت وكله جه على الارض. قلت له بقى ده ينفع؟ قال لي ما انت اللي مش ثابته مكانك، هعمل لك ايه؟ قلت له انا برضو ليه وانا كنت عملت لك ايه؟ ولقيته فجأة بيعمل ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. قصة النهاردة قصة غريبة قوي، عايزاكم تسمعوها للآخر وتقولوا لصاحبة القصة رأيكم، علشان بصراحة أنا مش عارفة أقول لها رأيي ازاي. أصل اللي هي حكتهولي واللي أنا هحكيهولكم بصراحة اتكسفت إن أنا أتكلم فيه معاها أو أقول لها رأيي، لكن أنا قلت لها هسيب بقى الرد للجمهور وهو اللي يقولك تعملي ايه وتتصرفي ازاي. لكن في الأول عايزاكوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم إشعار بكل حاجة جديدة بتنزل. وعلى فكرة عايزة كل اللي يسمعني يدخل على اللي أنا هسيبهوله في التعليقات، لينك ده يدخلكم على التليجرام. وبصراحة كده عايزاكوا تشتركوا هناك، لأن هناك القصص غير أي حاجة، وأنا هكون مستنياكوا هناك. ودلوقتي يلا بينا علشان نكمل قصتنا. أنا أمل، متجوزة بقالي 7 سنين. جوزي محمود بصراحة كان بيحبني قوي، واخدين بعض عن حب. هو ابن الجيران، وانا من صغري انا وهو واحنا بنحب بعض، علشان كده طول عمرهم يقولوا ان احنا لبعض. وانا ما كنتش عارفة انا هفضل كده يعني لحد امتى، لان انا كان كل ما يتحدد ميعاد جوازنا يتأجل، وده بسبب ظروف كانت بتحصل. وانا بصراحة ست حلوة بيضة وشعري طويل، جسمي كده ملبن، علشان كده كنت مستعجلة على الجواز. اصلا محمود جوزي كان كل شوية يقولي تعرفي انا نفسي قوي قوي نبقى في بيت واحد. كنت اقوله اشمعنى يعني؟ كان يقولي ده انا هعمل عمايل محدش يعملها. بصراحة كل ما كان بيكلمني في الموضوع ده اظن انتوا فاهمين قصدي، يعني لما يكلمني في التليفون او نخرج، او حتى ما يجي في مرة يتغدى عندنا ونقعد نتكلم نجيب سيرة الموضوع ده، ويقعد يقولي بقى ويحكيلي، ويعني يحكيلي كده عن مخططاته يوم دخلتنا ده ايه اللي هيحصل،
عايز الموضوع يبتدي فين؟ في اوضه النوم ولا في الصاله ولا في المطبخ؟ طب تعرفوا، ده في ناس بتعملها في الحمام. ايوه، في ناس ليلة الدخلة دي بتقضيها في الحمام. فعلشان كده كان كل شوية يقعد يتكلم معايا، ومن كتر كلامه معايا انا ما اقولكوش على اللي كنت بحسه. ما كنتش عارفة اليوم ده اصلا هيعدي عليا ازاي. كنت بقعد اقول لنفسي، معقولة؟ هو انتي لما تروحي مع بيتكم هتعملي ايه؟ ده واضح كده انه جعان، جعان خالص وعايز ياكل. وانتي بقى هتقدري تصدي عليه اكل؟ ده شكله كده عايز صبح وليل. وكنت برجع تاني اقول لنفسي، وماله؟ ما بنات كتير اتجوزوا. هو انا يعني هفضل حاطه الموضوع ده عقده في دماغي ولا ايه؟ بالعكس، انا اسمع بقى ان الموضوع ده بيخلي الست مبسوطه، مبسوطه قوي، وطايره كده ترمن على الارض. علشان كده انا مش هخوف نفسي من حاجه، انا هقضي كل لحظه بلحظتها. ايوه، وهسيب نفسي خالص. هو يعني ايه اللي هيحصل؟ وفي الوقت ده كنا ابتدينا خلاص نحدد ميعاد الفرح ونجهز الكام حاجة اللي كانت فاضلة في شقتنا. وفعلا كان كله جاهز. وليلة حنتي اللي هي قبل دخلتي بيوم، لقيت مامتي دخلت الأوضة عندي. قالت لي بقولك ايه؟ قلت لها ايوه يا ماما. قالت لي بصي، انا عايزاكي تسمعي كلام جوزك، وخصوصا اول ليلة دي، ومش عايزاكي يعني تخشبي نفسك كده ولا حاجة، لأ، سيبي الأمور كده ماشية، ومش عايزاكي تقلقي من حاجة. وأنا برضو وصيت أبوكي يكلمه ويفهمه إن كل حاجة بالعقل وبالهدوء وبشويش. قلت لها في إيه يا ماما؟ هو أنا يعني في حرب ولا إيه؟ قالت لي ما انتي ما تعرفيش يا بنتي، ده أنا ليلة دخلتي أبوكي عمل عمايل. هقولك إيه؟ قلت لها لأ يا ماما، بابا ما يعملش كده. قالت لي ما يعملش كده؟ طب تعرفي، ابوكي لحد اللحظة دي مجنني، هابني معاه من اللي بيعمله، وكل شوية الاقيه جايب لي حركة، شكل، وضع جديد، كلام، موضوع معرفش في ايه، ده غير بقى الحاجات اللي بيشتريها لي. قلت لها بقولك ايه يا ماما، كل واحد وليه طريقة، وانا بقى انت عملتي اللي عليكي ونصحتيني، سيبيني بقى انا اتصرف في الليلة دي زي ما انا شايفة صح. قالت لي خلاص يا حبيبتي، اعملي اللي انت عايزاه. وتاني يوم كان يوم فرحنا، يوم حلو قوي، كل الناس كانت مبسوطة، وانا كنت طايرة من الفرح. وكل شوية جوزي يقول لي في ودني، ايه، ما يلا بينا بقى. اقول له مش وقته، استنى استنى اما لما الفرح يخلص. يقول لي انا مستعجل بصراحة. اقول له وبعدين معاك، بس بقى الناس هتاخد بالها. وفضلنا كده طول الفرح لحد ما اخيرا الفرح خلص، وركبنا عربيتنا عشان نروح على البيت. وطبعا زينا زي اي عرسان، اهلنا جم معانا عشان يوصلونا، وطلعوا معانا شقتنا. وبعد ما والدتي اطمنت على كل حاجة، واهلي واهله اخدوا بعضهم ومشيوا، وفضلت انا وهو. اول ما حس وتأكد ان خلاص كله مشي وركب عربياته وخلاص مش موجودين، لقيته جاي وهو عمال يرقص وفرحان. قال لي ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي مش يلا. قلت له يلا ايه؟ قال لي الله، هنعيده تاني؟ هقولك تاني نفس الكلام اللي قلتولك في القاعة، ما يلا بينا على الأوضة. قلت له طيب، بس ما تزقش كده، انا انا هدخل اغير هدومي. قال لي لا، انا اللي هعمل كده، ده انا ناويها من زمان قوي. قلت له يا سلام. قال لي ايوه وحياتك عندي. بقولك ايه، الليلة دي ليلتي انا، انتي ليلتك خلاص خلصت. قلت له ازاي؟ قال لي ليلة البنت في القاعة وهي بترقص وبفستانها والكلام ده كله، لكن من اول ما تحط رجليها على باب شقتها الليلة كلها بتروح للعريس، فانا اللي هعمل كل حاجة في الليلة دي. بصراحة كنت قلقانة، لكن لما دخلنا اوضتنا وابتدى يتكلم معايا
وانا بصراحة كنت قلقانة. قال لي بصي، الموضوع ما يجيش كده، لازم يبقى فيه هزار وضحك ونخشة كده، مش معقول كله كده مرة واحدة. قلت له انت عايز ايه؟ قال لي تيجي نلعب لعبة. قلت له لعبة؟ لعبة ايه؟ قال لي اللعبة دي اسمها غمضي ايديا وامسكي. قلت له ايه ده ايه ده، الاسم ده غلط، ما اسمهاش كده. قال لي امال اسمها ايه؟ قلت له اسمها غمضي عينيا وامسكي ايديا. قال لي ايوه ايوه، هي اللعبة دي. اتاري كان بيوقعني في فخ. قلت له انا عارفاها، مالها؟ قال لي بصي، انا هغمض عيني وهقعد اغني، واول ما افتح عيني الحاجة اللي عيني تيجي عليها انا همسكها على طول. قلت له ايه جو الافلام ده؟ انت بتتفرج على افلام كتير على فكرة. قال لي طبعا، ده انا حافظ كل حاجة، تحب اسمعلك؟ قلت له لا. وفعلا ابتدى يعمل كده، وانا بصراحة كنت حاسة بشوية كسوف. وقتها قال لي خلاص انا هقفل النور. ومن ساعتها بصراحة الليلة دي كانت اسعد ليلة في حياتي. ومن بعديها عشنا حياتنا زينا زي اي اتنين متجوزين عادي. الموضوع بيحصل صبح وليل، ظهر وعصر، وكل شوية كل ما يلاقيني ماشية في الشقة يروح جررني من ايدي على اوضتنا، وطبعا يحصل اللي هو عايزه. اي نعم، انا كنت في الاول مش مطمنة، لكن لما الموضوع حصل بقى بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، وسعادة وفرح وكل حاجة حلوة. وقتها ابتديت احس ان انا فعلا زي البنات، وان حاجات اللي انا كنت بسمع عنها حقيقية. وفككوا بقى من اول يوم، لان اول يوم ده استثنائي، انما بعد كده بتبقي مبسوطة. وفضلنا عايشين كده اول كام سنة، لكن بصراحة معرفش ايه اللي جراله بعد كده. بقى كل شوية الموضوع معاه يعني ما يظبطش، وكل شوية يتلخبط. ولما قلت له خلاص بلاش الطريقة دي، قال لي لا، ده طريقة الفرز دي احلى طريقة، ودي اللي انا بحبها وبكون مبسوط بيها. قلت له على فكرة وانا كمان ببقى مبسوطة ومرتاحة كده جدا، لكن هنعمل ايه؟ ما انت يعني مش بتاخد بالك، والدنيا كلها بتيجي بره. قال لي ما انت اللي مش بتبقي ثابتة في مكانك. بصي، احنا بعد كده النور ده ما يتقفلش. قلت له لا، وانا ما اعرفش اعمل كده، انا بحب النور يبقى مقفول. وبعدين تعالى هنا وقولي، انت ايه اللي جرالك؟ من امتى اصلا وكل ده بيفرق معاك؟ قال لي بصراحة انا مش عارف ايه اللي جرالي، حاولنا مرة واتنين وتلاتة، لكن كل مرة بتبقى نفس المشكلة، مشكلة كبيرة وانا مش لاقيه لها حل بصراحة. المهم ما كنتش عارفة اعمل ايه، ما كنتش عارفة حتى اشتكي لمين الموضوع ده. اكلم والدتي؟ لا، مش هينفع. ممكن ساعتها تقول لابويا، وابويا يجي يتكلم معاه، وساعتها هو هيقول لي انتي فضحتيني وعملتيني والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. وانا بصراحة مش عايزة كده، ولا حتى عايزة اتكلم مع ماما في الموضوع ده. قعدت افكر بيني وبين نفسي، اعمل ايه؟ اعمل ايه ولا اقول لمين؟ ما بقتش عارفة. بصراحة الموضوع يحير قوي. وبصراحة اكتر انا كنت بقول لنفسي يعني ان الموضوع ده اكيد في ان اكيد الموضوع ده حصل حاجة معايا ولا كده. ما كنتش عارفة، فقررت في الوقت ده ان انا بصراحة كده لازم اراقبه، لان انا في الفترة الاخيرة بقيت بنام قبل جوزي بكتير قوي، يعني شغل البيت وكده، وهو بيرجع من شغله يا دوب يتغدى وينام ساعتين. انا ما بنامش، بخلص بعد كده المواعين بتاعة الغدا واشوف شغل البيت، وبعد كده انضف الدنيا. في الوقت ده هو يصحى، اسهر معاه شوية، وبعدين ما اقدرش اقعد اكتر من كده وادخل انام، وهو بيفضل صاحي قدام التلفزيون. ما كنتش عارفة ايه اللي بيحصل بالظبط. علشان كده زي ما قلت لكم
قررت ان انا هراقبه وهشوف ايه اللي بيحصل. وفعلا اليوم ده عملت ان انا نفسي داخله نايمه زي كل ليله، لكن اتفاجئت ان بعد شويه جه يطمن عليا عشان يشوفني نايمه ولا لا. وبعد كده ابتدى بقى هو. قمت وراه وانا ماشيه على طراطيف صوابعي، لقيته دخل اوضه الضيوف اللي انا دايما قافلاها لان دي معموله للضيوف. قفل على نفسه، ما كنتش عارفه هو بيعمل ايه. قررت اشوفه من خرم الباب، لقيته ماسك تليفونه وفي ضوء ازرق في وشه من التليفون. وقتها عرفت هو بيتفرج على ايه. ايوه، عرفت واتأكدت كمان. وبعد شوية لقيته ابتدى يجيب كم منديل من جنبه، وانتوا فاهمين ايه اللي بيحصل. وقتها زعلت قوي، علشان كده اعصابه بايظة ومش عارف يصنب طوله. انا كده اتأكدت وعرفت ايه مشكلة جوزي. لكن المشكلة ان انا معرفتش اصرحه، معرفتش اقوله ان انا شفتك، وخصوصا كمان ان انا ربطت كل حاجة ببعض واتأكدت ان هو بقاله فترة فعلا. واخدت بالي ان هو ما بيطلبش موضوع العلاقة ده زي الاول، دلوقتي فين وفين. وحتى لما ده بيحصل اللي انا حكيت لكم عليه في الاول. وانا لحد دلوقتي مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، اقوله ولا ما اقولوش. بصراحة مش عارفة. يا ترى انتوا لو مكاني كنتوا هتتصرفوا ازاي؟ كنتوا هتعملوا ايه عشان تحلوا المشكلة الكبيرة دي؟ انا فعلا مش لاقي حلول. علشان كده انا جيت لكم النهاردة وانا مكسوفة قوي، مكسوفة من نفسي ومش عارفة انا غلط ولا صح عشان طلعت سر جوزي. لكن انا جيت لناس ما تعرفنيش ولا اعرفها، علشان يمكن حد فيكم يكون مر بنفس التجربة، سواء راجل او ست، ويقولوا لي ايه الحل. انا لما قلت لصاحبة القناة مشكلتي قالت لي بصراحة مش هقدر اقولك تعملي ايه، هسيب الرد للجمهور. واديني جيت لكم وانتوا بقى اللي هتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس، بس يا ريت من غير ما تجرحوا فيا. انا فعلا مش عارفة اعمل ايه. ولما بدأ يكشف عليا بصراحة ما كنتش على بعضي خالص. حركاته ولمساته ودتني في عالم تاني، وهو كمان اخد باله من اللي انا فيه. وفجأة لقيت وشه احمر بقى زي الطماطماية. اصل هو بيضاني فاي حاجة بتبان عليه. اصل واضح قوي انه شاف حاجة حلوة قوي مش متعود انه يشوف زيها، بالرغم انه ياما بيشوف وبيمر عليه. انا شيماء، عندي 25 سنة، عروسة جديدة، متجوزة بقالي 6 شهور بس. جوازي كان جواز تقليدي مش عن حب. انا من قرية في الصعيد، وطبعا اكيد انتوا عارفين اغلبية الاماكن اللي زي دي مش بيبقى عن حب وكده، بيبقوا جيران عارفين جيران او عيلة اتقدمت لعيلة. لكن الحب والكلام ده لا، مش عندنا وما نعرفوش. المهم اتجوزت، وانا بقى اتجوزت في بيت عيلة. اكيد انتوا عارفين البيوت في الصعيد عاملة ازاي، ما ينفعش البنت يكون ليها شقة كده مستقلة، نادرا قوي اما ده بيحصل. لكن انا اتجوزت في بيت العيلة، اهلي واهله على قد حالهم، ناس طيبين. علشان كده لما تقدم لي جوزي محدش اتكلم ولا قال له حاجة، ولا انا كمان اهلي اتكلموا معايا في حاجة. المهم الموضوع تم والجوازة خلصت واتجوزنا. وانا بصراحة مش هقدر اقول لكم عن تجربتي في موضوع الجواز ده. ويمكن المشكلة الوحيدة اللي انا قابلتها ان انا متجوزة في بيت عيلة. من اول ما اتجوزت وحماتي مش سايباني، كل شوية فلانة خلفت، فلانة حملت من اول شهر، ما نفسكيش في حاجة؟ نفسك مش هفاكي على حاجة تاكليها؟ يا بنتي ردي عليا، مش بتتوحمي؟ وانا اقول لها يا حماتي لا،
لسه بدري، لسه بدري علينا قوي. قالت لي لسه بدري ايه؟ ده انتوا بقالكوا 6 شهور متجوزين، وكأننا بقالنا 6 سنين. كنتش عارفة اعمل ايه معاها، افهمها ازاي ان الواحدة تبتدي تدور على الخلفة بعد سنة ولا سنتين، مش عروسة لسه بقالها 6 شهور. وبقى كل ما واحدة تتجوز ويعدي شهرين وتحمل تيجي تقولي، زي ما تكون بتعايرني باللي بتحمل واللي بتولد. المهم في يوم لقيتها جاية تقولي، بقولك ايه، انا بقى عندي ليكي خبر هيفرحك قوي. قلت لها خير يا حماتي. قالت لي في دكتور مش بعيد، بعدينا ب3 شوارع بس، عايزاكي تروحي له وتكشفي وتشوفي يا بنتي المشكلة منين. قلت لها يا حماتي انتي خلاص خلتيها مشكلة ولازم اروح ادور لها على حل. يا حماتي يا حماتي مش هينفع. قالت لي ليه بقى؟ قلت لها لسه بدري، اصلا انا يا جماعة يعني جوزي مش معايا على طول، يعني ده بيجي يومين بس في الاسبوع، وده بسبب ظروف شغله، لان جوزي شغال في مدينة بعيدة عن الحتة اللي احنا فيها. علشان كده يعني لما بيجي بتحصل العلاقة. وكمان هو ملوش في الموضوع قد كده، يعني الموضوع مش بيطلبه باستمرار، أكنه يعني واحد زهقان من الموضوع، فين وفين اما بيطلب. طب تعرفوا، ده ساعات بينزل اجازة ويمشي وموضوع العلاقة ده ما يحصلش، وساعات ما بيجي اجازة بيكون عندي ظروف وبرضه ما بيحصلش. فيعني عادي، انا بالنسبة لي كان الموضوع عادي قوي، ويحصل او ما يحصلش مش بايديا. ما كنتش عارفة بقى افهمها الموضوع ده ازاي. واخر ما زهقت قلت انا هقول لامي اشتكي لها من حماتي، ما هو مش كل يوم والتاني تيجي تقولي حاجة زي كده. ولما رحت لامي لقيت امي بتقولي نفس الكلام، وتقولي يا بنتي ده انا كنت هجيلك واقولك نروح نكشف ونشوف المشكلة من ايه. بصيت لها كده مش عارفة اقول لها ايه، يعني طيب ارد عليهم اقول لهم ايه؟ قلت لهم خلاص، طالما انتوا شايفين كده يبقى دي وجهة نظركم، انتوا حرين، هنفذ كلامكم بقى واللي انتوا عايزينه. وانا قلت لنفسي في يوم كده يبقى مواريش حاجة ومخلصة شغل البيت، اروح اشوف الدكتور اللي هما بيقولوا عليه ده، وكويس قوي ان هو بعدينا بكام شارع، فرق بيننا وبين العيادة بتاعته 3 شوارع بس، يعني اروح واجي كده من غير مركب مواصلات ولا حاجة. المهم رحت حجزت، وبعد كده روحت البيت وقلت ارتاح لحد ما يجي ميعاد الدور بتاعي، اصل انا كنت اخر واحدة في الكشف. وبعد ما روحت قلت لحماتي تيجي معايا، لكن هي قالت لي لا يا بنتي، واسيب البيت كده لوحده ما ينفعش، روح انتي، ولو ينفع تكلم اختك ولا حد يجيلك ماشي. قلت يعني بيني وبينكو كده الموضوع مش مستاهل، ده انا فرق بيني وبين الدكتور ده 3 شوارع، اتمشى كده واروح. وفعلا رحت. لكن الكارثة لما رحت، بصراحة طول ما انا قاعدة هناك افكر ان هو دكتور يعني كبير في السن، راجل 50 60 سنة كده. فضلت قاعدة والستات تطلع وتخرج، وبصراحة بيشكروا فيه قوي، ويقولوا ان مفيش واحدة جت عنده وعندها مشكلة في الخلفة الا وربنا كرمها على ايديه. بصراحة انا كنت رايحاله عشان حاجة تانية برضو، وقلت اهو بالمرة اشوف موضوع الخلفة ده، لان انا يعني اثناء العلاقة دي وما بتحصل يعني بحس بألم كده وببقى مش على بعضي. فقلت بقى اما اروح اكشف على الموضوع ده، واهو بالمرة اشوف موضوع الخلفة. علشان كده ما حبيتش يعني ان انا اخد حد معايا، علشان ابقى في راحتي كده واخدة راحتي في الكلام واقول كل اللي انا عايزاه للدكتور، علشان برضو محدش يعرف اللي هو هيقولهولي. افرض قالي ان عندي مشكلة، ابقى ساعتها اعرف اتصرف، ما انا لسه رايحة ومش عارفة اي حاجة. واول ما دخلت اوضة الكشف لقيته شاب، ما كنتش مصدقة نفسي من الصدمة. طب وبعدين هقعد معاه ازاي وهقول له ايه؟ وبعدين معاكي يا حماتي،
الله يجازيك انتي السبب. هو يعني ابنك كان توم كروز؟ ما هو يعني راجل على قده وخلاص. وأول ما ابتدى يكشف بصراحة ما كنتش على بعضي. نظراته ولمساته ودتني في حتة تانية، وهو كمان أخد باله من تصرفاتي. وفي الوقت ده لقيت وشه اتغير واحمر بقى زي الطماطماية. ما هو برضو أبيضاني وزي القمر، شاب ما اقولكوش عليه عامل ازاي. بصراحة انا اتهبلت بجماله، مش قادرة اوصف لكم ولا احكي لكم. مهما قلت مش هعرف اوصف لكم اللي انا شفته. يا ريتكم كنتوا شفتوه معايا، كنتوا هتفهموا قصدي واللي انا بقوله. لكن هو برضو معذور، واضح كده انه شاف حاجة حلوة مش متعود يشوفها، مع انه ياما بيقابل وياما بيعدي عليه. المهم بعد ما خلص كشف كتب لي على تحاليل اعملها، وقال لي التحاليل دي ضروري تعملها لي وترجعي لي بيها بعد اسبوع. وفعلا عملت التحليل بعد ما نزلت من عنده، وكنت مستنية اروح له تاني في الميعاد اللي قال لي عليه على احر من الجمر. اصل انا كنت خلاص حطيته بقى في دماغي ومش هسيبه مهما حصل. ما كنتش عارفة فيه ايه، بس كل اللي كنت عارفاه ان انا مش قادرة احوش نفسي عنه، ولا حتى من التفكير فيه، ولا من الكشف اللي كشفه. مش قادر يخرج من بالي ولا من تفكيري. وكل ما ارجع تاني افتكر حالتي كانت عاملة ازاي وقت الكشف. هقول لكم ايه ولا ايه. واخيرا جه الميعاد ورحت علشان يعيد عليا تاني الكشف ويشوف التحاليل. لكن المرة دي الموضوع كان مختلف عن اول مرة تماما، حاجة فوق الخيال. هحكي لكم، ما تستعجلوش. كنت اجرأ بكتير من المرة الاولى، وعارفة كويس قوي انا عارفة ايه، وكمان عايزة اوصل لايه. واللي لبسته المرة دي كان يجنن، وبصراحة اللي انا توقعته لقيته. ويومها هو كمان ما كانش على بعضه، ويمكن اكتر مني، لدرجة ان انا قبل ما ادخله الكشف اول ما عرف ان انا موجودة برا، وده من الكاميرات اللي بتبقى موجودة عنده، خلاني انا اخر واحدة في الكشف. ده غير كمان ان انا برضو كنت عاملة حسابي وكنت رايحة اخر واحدة علشان اتأخر وادخله يبقى مفيش حد غيري، وساعتها ناخد راحتنا. وهو لما لقى موضوع الكشف هيطول ساعتها ندى على الممرضة وقال لها روحي انتي، انا هخلص الحالة اللي معايا وهمشي. في الوقت ده انا فرحت قوي، قلت بس ايوه يا بنت كده كده بقى فرصتك جاتلك. واليوم ده قضيت اجمل 3 ساعات في حياتي. بصراحة طلع دكتور بصحيح، لو مش بس كده ده دكتور في كل حاجة. واليوم ده انا ما مشيتش من هناك غير لما خدت كل اللي انا عايزاه وخرجت وانا راضية وشبعانة، والموضوع مش في دماغي اصلا، لاني كان خلاص انا عيني اتملت بيه. وفي اليوم ده اتفقنا ان انا هجيله كل فترة علشان نقرر موضوع الكشف ده. اصل طبعا هو انا هلاقي كشف احلى من كده؟ وبقيت كل ما يهفني الشوق اتصل بيه واقوله ان انا هجيلك النهاردة، يقولي طب اتصلي بالعيادة واحجزي علشان ابقى عامل حسابي. وفعلا لما اتصل واحجز اقول للممرضة خليني انا اخر الدور، لان انا بصراحة ما بقدرش اجي اقعد في العيادة واستنى اللي داخل واللي طالع. انا عايزة اجي ادخل اكشف على طول، وانا كده كده بيتي قريب منك، ده انا الشارع اللي وراكي. فعلشان كده الممرضة ما كانتش بتشك في اي حاجة. وفضلنا على كده لحد بعد فترة بقيت اما اكلمه يقولي لا ما تجيش غير لما الكل اللي في العيادة يمشي، حتى الممرضة يمشيها، وبعد كده اروح له انا على رواقة علشان نقعد براحتنا ومفيش اي ازعاج يزعجنا. وبصراحة ده كان اجمل وقت بقضيه في العيادة. هو كان اكتر واحد عارف
ايه الحاجة اللي بتبسطني وبيعملها من غير ما اتكلم واشرح، مش زي الموكوس التاني اللي مش عارف اي حاجة في اي حاجة. لو قال ايه امه فاكراه ياما هنا وياما هناك وعايزاه يخلف من اول شهر. طب ازاي بس خليني ساكتة وما اتكلمش؟ اصل انا لو اتكلمت هضايقه قوي بكلامي. وطبعا حماتي كان على قلبها زي العسل، وكانت مبسوطة قوي قوي ان انا بتابع وبروح للدكتور. حتى لما كان جوزي بيتضايق مني لاني كان بيصادف ايام بيكون جاي من الشغل فيها وانا اروح للدكتور، كان ساعات يتخانق معايا ويقول لي ما تروحيش انا جاي. لكن حماتي تقول له لا، ما تروحش ايه، ده انا اللي قايله لها تروح. بقول لك ايه، سيبها هي تروح للدكتور وانا اعمل لك كل اللي انت عايزه، اكلك وشربك وهدومك وكل حاجه، بس سيبها هي تروح للدكتور. يعني حماتي هي اللي كانت بتظبط لي الطريق زي ما بيقولوا، هي كانت بتخليني اروح. لا وايه، ده ساعات كمان كنت باخد منها فلوس علشان اشتري حاجات جديدة اجيبها يعني واروح بيها. وكل مرة اقول لها انا عايزة فلوس عشان الدكتور طالب مني تحاليل واشاعات وحاجات من دي كتير، وهي كانت طبعا مبسوطة وتديني حتى لو طلبت ايه بتديني اللي انا عايزاه. وكل ده طبعا عشان اجيب لها الواد اللي نفسها فيه، ما هي اصلا اللي ودتني عنده عشان اتابع معاه. علشان كده الموضوع كان جاي على هواها وكانت مبسوطة قوي. وانا كمان قلت لها ان هو لما كشف عليا لقى فعلا في مشكلة تمنع الحمل، علشان كده يا حماتي طلب مني ان انا اتابع معاه وبيديني علاج امشي عليه. قالت لي يا حبيبتي روحي واعملي كل اللي يقولك عليه. بقولك ايه، لو الدكتور عايزك تروحي له كل يوم روحي له. كل يوم ايه، ده كل ساعة. وانا طبعا الموضوع معجبة بيه جدا ومبسوطة، ما هي اللي طلبت مني. وفعلا بقيت اروح كل ما بقى محتاجة للموضوع الكشف ده اروح. لكن المشكلة ان بعد 3 شهور ابتديت احس بشوية تعب. ولما في مرة رحت له قلت له فعلا عن التعب اللي انا بحس بيه، وفي الوقت ده عمل لي كده تيست بتاع الحمل ده وعرفت ان انا حامل. كنتش عارفة اعمل ايه. قلت له طب وبعدين هنعمل ايه؟ قال لي يعني ايه هنعمل ايه؟ طب ما انتي اهلك اصلا واهل جوزك مستنين الخبر ده. قلت له ايوه، بس انا وانت عارفين ده هيبقى ابن مين. قال لي يا حبيبتي بس ومين هيعرف، انتي خليكي زي ما انتي وتفضلي كده معايا، وبعد كده محدش هيعرف حاجة. بصراحة ما عرفتش اعمل ايه، خصوصا ان انا سمعت كلامه. واول ما عرفت الخبر رحت لحماتي وقلت لها، وهي بلغت جوزي واهلي وقالت لكل الاهل بتوعنا، يعني اهلنا وصحابنا ومعارفنا وجيراننا، والناس كلها عرفت. ومن ساعتها وانا طبعا ما كنتش عارفة اعمل ايه. يعني هي قالت لكل معارفنا، هقول لهم بعد كده ازاي؟ هقول لهم ازاي ان انا نزلته؟ وانا فكرت في كده فعلا، لكن طبعا قلت ممكن مثلا اوقع نفسي من على سلم ولا حاجة، ولا اعمل اي حاجة في نفسي علشان الموضوع ده يعدي. لكن برضو معرفتش اعمل كده. تقدروا تقولوا كده نفسي ما هنتش عليا. وانا من اليوم ده وانا مش عارفة اعمل ايه. انا عارفة اني غلطت غلط كبير. لو تشوفوا فرحة جوزي، انا عارفة ان انا ما كانش ينفع اعمل كده، بس اهو ده اللي حصل. وانا دلوقتي جيت لكم وانا في مشكلة كبيرة قوي قوي، مشكلة مش عارفة حتى احلها ازاي، ولا عارفة ممكن تخلص على ايه. بصراحة تقدروا تقولوا كده مخي وقف عن التفكير. ايوه، مش لاقي اي حل، ولا عارفة هعمل ايه، ولا هتصرف ازاي. ولو انتوا مكاني اصلا كنتوا هتنصحوني
هعمل ايه في اللي انا فيه؟ انا بجد هتجنن من كتر التفكير، وعارفة ان انا وقعت نفسي في مشكلة كبيرة، وما بقتش عارفة ده عيب مين، انا الغلطانة ولا حماتي من كتر زنها عليا وعايزة الولد بأي طريقة؟ مش مهم ازاي، المهم يجي الولد وخلاص. حتى حتى سابوني اروح لوحدي، ما كانش في حد معايا، ولا حتى جوزي كان بيقولي كلمة عدلة ولا كلمة حلوة زي ما اي راجل بيحب مراته يقولها لها. يا جماعة ده احنا نعتبر لسه عرايس جداد، انما طبعا جوزي ما عندوش الكلام ده. مفيش حاجة اسمها عروسة ولا مش عروسة، خلاص طالما عدى اول اسبوع جواز يبقى انا قدمت وراحت عليا، وما بقاش في حاجة اسمها عروسة. انا فعلا ندمانة قوي على اللي حصل مني ده، غير كمان الذنب اللي انا حاسة بيه. كل ما الوقت بيعدي والبيبي بيكبر بحس ان انا شايلة ذنب، ومش عارفة ممكن اخلص ازاي ولا اعمل ايه. انا حقيقي من كتر التفكير مش عارفة حتى انام. ايوه صدقوني مش عارفة انام، لكن مفيش حاجة في ايدي اعملها. علشان كده انا النهاردة بعد ما تعبت من التفكير وخلاص يئست، وخصوصا بقى ان انا ما بقتش بتابع مع الدكتور ده، بالرغم ان حماتي برضو رجعت تزن تاني عليا عشان اروح له واتابع معاه الحمل، لكن انا كنت برفض واقول لها انا هروح لدكتورة. خلاص انا اطمنت، وانا عايزة اللي تولدني تبقى دكتورة، فبقيت اتحجج لها كده بأي حاجة، وهي ما كانش فارق معاها حاجة غير ان المهم ان البيبي يجي بألف سلامة. انما انا محدش بيفكر فيا، حتى لما حد بيسألني مالك بقيتي بتسرحي كتير كده ليه، ما بقيتش عارفة ارد ولا اقول لهم ايه. اصل هقول ايه؟ الخيبة بتاعتي ما تتحكيش، وانا النهاردة جيت لكم وحكيت لكم قصتي كلها من اولها لاخرها، وعايزاكوا انتوا تدلوني وتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. معقول ممكن يبقى في حل لمشكلتي؟ انا حاسة ان الدنيا كلها اتقفلت في وشي وخلاص مفيش حلول، لكن برضو ما يئستش وحكيت لكم، وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس، بس يا ريت من غير ما تجرحوا فيا، لان محدش عاش ظروفي ولا عاش مكاني. علشان كده انصحوني ودلوني على حل قبل فوات الاوان.